سميتها كمان نص ساعة في التليفون، نص ساعة ويحكي معايا، قال لي غير حبيبي غير انت اللي تجيب لي كادو، كنتسنى بعيد الحب. هي آخر عبارة قالها المغدور عقباد 19 ربيعاً لصديقه الحميم قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة بطعنات الخنجر التي تلقاها على يد جاره. بعد ما حب يدخل روحو لهنا، الامن راه ناقص في النوفال خلاص. اول خطره تاعو راه قبل باك السنه صغير، واللي قلت له هذا بعد صغير. عقبة رحل تاركا وراءه حسرة بحي 400 مسكن بالمدينة الجديدة علي منجلي بقسنطينة، الذي لم يصدق بعد رواية الجريمة. هبط فات عليه 1400، الاخر توسوس قال لك حني داروا عليا، دار ليه كيما هكا هو كاك بالدوام على بالوش، عطاه الضربه الاولى في رقبته، زاد الثانيه في قلبه، طاح سير بلاصه. حل عينها قالت تقول له ما سمح لي، قالها مازال عايش، ضربها هذيك يغمس عليها طاح بدماغه هكا فوق الراديو هكا. قلت للطبيب يضربوها رجعوا السرير دور كي دخلوه لعند الطبال قال لك دايما الله فمه. وحتى اعتراف الجاني عبر الفيسبوك بجرمه لم يستصغه أبناء الحي. خش الفيسبوك قال السلام عليكم خاوتي، الله غالب ما درتش بالدمه، وكاتب له ربي يموت على يدي، ان شاء الله يسامحني وسامحوني. من تما وراها بعد ديزاكتيف الفيسبوك تاعو. إلى هذا الحد إذن وصلت الجريمة في الجزائر، أرواح تزهق وقلوب تنفطر والرابح فيها خاسر. فإلى متى تجف مسارح الاغتيالات من دم الأبرياء؟